الله وبركاته في قناة عائلة هايل. طبعا اليوم ماما بتسوي محاشي بحب نساعدها. طبعا عليكم بالشوكتات لا أحب أكل بالحين. مين الساعة 2؟ صح. قمنا متأخر وفجأة قررنا نعمل محاشي والحين راح يفطرون. نسوي اللانش بوكس خاص فيهم، راح يفطرون وبعدها راح نبدأ بنقر المحاشي. اوكي اها، ولا تنسون تسوون لنا لايك وشير وسبسكرايب. اي ضروري تحطون لنا لايك عشان يرتفع المقطع عنا. بكالنا شوي نوصل 100,000 تكفون وصلونا. الحين عندنا 91,000 بكم شهر؟ تدرون إذا وصلنا 3 شهور تقريبا. يوتيوب إيش يعطونا مثلا؟ درع من نور وزين. الحين أنا عبين ما أنقر المحاشي أبيكم تنظفون البيت. تمام؟ يلا بسرعة خلصوا. ها خلصوا فطور. هني ها مستقعدة لكم أشوفكم. ترى أسرع يعني الحين بتصير بطيئة عشان قلت لها قومي نظفي. صح؟ يلا خلصوا روحوا نظفوا. اوكي اصوركم انتوا تنظفون. يلا افطروا عليكم بالعافية. طبعا الحين رجعنا لكم بعد الفطور. اول شيء طبعا بعد ما خلصنا الفطور بحط زيت زيتون، بعدين بحط خضروات طماط وبصل. طبعا احنا خلاص جهزنا الخضروات وسلقنا وجهزنا الحشوة وجهزنا ورق العنب، بقى علينا بس نلف ونحشي. طبعا بعد ما تحطون بطاطس لازم نحتاج هذا الحشوة. ايه ما نكبها. ايوه يلا تمام. حط زيت زيتون اول اشي بس. يلا خذي صفصفوا الشرايح. انا احب الترتيب، ما ادري ليش يكون احلى شيء. ها عادي خلصنا. الحين راح نبلش نحشي. طبعا احنا ورق العنب راح نخليه بقدر الحالة والمحاشي بقدر الحالهم عشان ما يعني ياخذ راحته بالاستواء. تمام؟ اوكي يلا يا منور الحين لازم نخلط المكونات مع بعض بعد ما حطينا كل شيء. اخلطي يلا اخلطي. طبعا بس من نوع عشان انا طفله. لا مو طفله. لا كملي يلا اعجنيهم. لا اعجنيهم مع بعض. والله خلاص انا عادي. انت تمام. طبعا لازم نغسل ايدينا، غسلناهم بالصابون وبالمي والحين راح ايش نخلط الاشياء مع بعض. تدرون الصوص هذا كذا لازم كل شيء يتداخل. طبعا بحبون. يلا افتح فمك يا دام. بس رز مو مطبوخ. طبعا شو حطينا بالحشوة يا منور؟ حطينا طماط حطينا كزبرة بقدونس، حطينا طماط، حطينا بصل، حطينا ثوم، حطينا البهارات، الفلفل الأسود، الكمون، حطينا صويا صوص، حطينا دبس الرمان، حطينا الليمون، كل شيء حطينا. بس ما حاطه كل هذا. وانت كمان راح تتعلمين الصنعة من وراي. نعم ماشي. لا السكين لا انا بسويها. والله يا جماعة الريحة تجنن. وصلتكم الريحة؟ ايوه على اكل. لا مو مستوي. بعدين اذا اكلت الرز وهو مو مستوي شو يصير؟ اي ويجي دود ببطنكم. يلا إيه؟ دود؟ لا يعني الاكل المش مستوي يسبب دود. طبعا الحين جاء وقت الحشي. الحين بحشي. بسم الله. ابي احشي معاها. يلا احشي يا زين. كيف نحشي الحين؟ نحط نص الكوسة رز، بعديها نغطيها بقشر البطاطس. مو قشر. ايه يعني تقريبا الحشوة حقت البطاطس اللي احنا قشرناها. كذا اشوف ممتاز. زيدي كمان شوي رز، خلي يعني الا ربع. كذا كمان شوي كذا ربع. ممتاز. الحين تحطين ايش؟ بطاطس. يامي ممتاز. كمان شوية زين. ايوه كذا. ليش؟ لانه اذا استوى الرز راح ينحط يعني. يلا انا برتبهم بس تخلصوا. يلا طبعا نحشي نصها بس مو كاملة عشان الرز اوريدي راح يستوي او الا ربع يا منور. انا عارفة انك انت راح اي كمان شوي. خلاص ايه خلاص. الحين شو نسوي؟ نحط قشر البطاطس.
لا ما قاعد صح. ايه حطي قشر بطاطس. خلصت يلا انا. سوي. ها يلا اللي بعده. انا لازم اخذ بطاطس عشان ما اخرب الباقيين. كده. بطاطس احسن شيء واسهل. ايوه. لا قاعد نصفصف الكوسة في القدر ونسوي مكان لورق العنب، لأنه قررنا نحط ورق العنب مع الكوسة والمحاشي كلها مع بعض بنفس القدر. شايفين كيف؟ زي كذا. طبعا بناتي الله يسعدهم ساعدوني بالحشي. طلعوني يا ماما. أول شيء لا تفتحونه كله، أول شيء نفتح ورقة عنب، ما أدري شو ورقة. ورقة. شفتوا هذه؟ هذه لازم تنقص. شلون؟ هذه لازم تنقص عشان ما تصير يابسة. تمام؟ بعديها وشو؟ هاتي حشوة منه، حطي لي هنا حشوة. نسوي كذا، شايفين؟ نسوي كذا، ناخذ حشوة نحطها كذا بالعرض. اوكي. شايفين كيف؟ ايه. بعدين نسكر كذا، اوكي. شايفين؟ كل الجهات نسكر ونلفها لف متماسك مع بعض، ولا ننسى من هنا لازم كمان كذا عشان كلها تكون متماسكة زي كذا. سهلة. طب ان شاء الله انكم فهمتوا. فهمنا. واو ورينا. يا سلام يا سلام مرق عنب. أول مرة. يلا كمان. كفو كفو كفو. يلا دور مين؟ خدود. ساعديها من النور. اوكي. لازم تفردونها عدل. الحين. حطي حشوة، حطي أكثر شوي لأنها الحبة كبيرة. سوي أيوة شطورة. صور وجهها وهي متحمسة كذا. شوف كذا كذا. كيف تعرفون زي متحمسة؟ شوفوا خدودها كيف. خلوها. صح. لا كذا كذا يلا امسك كذا. واللي ايوه. عندك كذا. من على الجهة الثانية والجهة الثانية. خلي. يلا لفيها. سوي زلزال. ايوه. أوه واو. واو. حلوة مبدئيا. لف عليها، لف على وجهها. دبة صار. عادي. خدودها. يلا حط ستوب. هسه اخيرا وهذا الحين بنحطه عشان نحط على الورقة. شوفوا. وصلنا آخر مرحلة. الآن راح نحط الشوربة اللي تنحط على القدر. تمام؟ يلا يا منور. زين جيبي لنا ليمونتين. بنحط صلصة طماط. خلاص كذا كامل. تمام؟ اي مو لازم كامل. بنحط شوية دبس رمان. شوية. وبنحط ليمونتين. بنحط زيت زيتون. أنا أحط. الحين انت تعصري الليمون. زين نرجع لورا عشان الفيديو. شلتين كمين. اي لأنه ما عليه ملح. اوكي. بنحط ماجي حبتين. متحمسة ما ادري ليش. شحن الماجي. إذا ما عندكم ملح تبون تكون ليمون ما عندكم ملح. لا الليمون لازم بالمحاشي لازم. أجيب سكينة. ايه يلا قصي. والحين بنحط عليه مي حار، بنعصر الليمون وبنرجع لكم. قل لماما شاركنا كل ليمون تحدي. يلا نقول لها يلا ماما عايزة نسوي تحدي ليمون. ايه عادي. ياي. حسب الصوب ما شاء الله. والله مشهيتها. يعطيك العافية ماما. لا فيك حبيبتي لسه ما سويت شيء. كذا ما سويت شيء. ماما انكسر ظهرك سويت ورق عنب. حطينا بقايا الرز لانه احنا راح نشرب المرق بعد. ايه. ولازم نحط الصحن عشان ما يطلع ورق العنب ويتفلتت. ايوه. وبنغطي عليه. انا غطينا عليه الحين بنسوي تحدي ليمون. بنسوي تحدي الحين بنسوي مش بس تحدي الليمون. وش؟ تحدي مين تغسل المواعين. لا. المواعين كانت بس بعد ما سوينا اللي يخسر في الليمون يلا نسوي تحدي الليمون واللي تخسر تغسل المواعين. يلا. لما نسوي ورق عنب كان المطبخ نظيف يلمع لقلق. الحين بعد ما سوينا ورق عنب تفجر المطبخ. ايش تقولين لهم؟ لا تنسون اللايك والشير. كملي. واشتركوا بالقناة. بس ما اعرف اقول سبسكرايب. 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 زي كل شيء. ايش ذا؟ هندية. دي. خلصنا. ما خلص الشرطة نحطهم على الورق عنب. لا خلاص اذا احتاجنا زياده راح نزيد. تمام. الان راح نسوي تحدي الليمون واللي تخسر راح تغسل المواعين. قبل ما نسوي ورق عنب كان نلمع بس بعد ما سوينا تفجر. يلا كل واحده تاخذ ليمونه تعصر عليها ملح ونشوف مين تخلص اول. اعصر عليها ملح اذا تبون. لكن طبعا مش تحدي. هاي الملح. حطوا ملح. دقيقة حط السم خلينا نخلص. نجيكم.
والآن راح يبدأ تحدي الليمون. جو. لا مو كذا، كلوها كلها. اللي تاكل الليمونة أول وتخلصها هي اللي راح تفوز. لا لا تاكلها مع قشرها. النور مع قشرها. طيب يلا كل النقل اللي داخل. جو يلا كملوا. يحبون الليمون والملح. اوكي خلاص، دام انه ما راح يتحدد فايز، تمام؟ انتوا الاثنين غسلوا مع بعض. لسه باقي فيها يا منور، باقي. خلاص خلاص خلاص، حزنت عليكم. تعالوا يلا، حزنت عليكم، غسلوا معي، كنتين خسرانات. يلا غسلوا غسلوا. خلاص كوبيها. مواعين ومنور تغسل. يلا جو. كالعادة. يلا اختي ليش؟ يلا معلش، اصلا انا على كل الجهات كنت مخسركم يعني. ليش؟ عشان تغسلوا عني. حبيبات الله يرضى عليكم. هذه فائدتكم يعني لما الام تخلف بنات عشان يساعدنها ويكون لها سند، صح ولا لا؟ انا اذا صرت ام اليوم راح تخلي بنتك تساعدك في المطبخ؟ اليوم لا منور من يومها سمعة، والحين زين بدأت تتعلم من منور وتصير. انا ايس كريم باللوعة صغيرة. لا لا تساعدك. يلا يلا كملي الترتيب. يلا شوف بصور لهم قبل وبعد، شفتوا كيف قبل وراح تشوفون بعد. المطبخ بعد. الحلوات منورة اثار غسيل ام معين على بلوزتها، الله يكثر خيرها ويسعدها ويرضى لي عليها، خلصت ام معين. وزين الاموره رتبت لام معين. ماما يعطيك العافية ساعدتيني أم، ساعدتك كثير. طبعا اكيد راح اساعدك، وبرمضان كمان راح نكون نفس الفريق نتساعد. يلا يلا يلا. والان منور ايش راح تسوي لنا؟ سلطة شباتي. مش شباتي، سلطة الشبت. هذه السلطة تنحط مع المحاشي. أيوة. طعمها خرافي. لا صعبوتك نزلت. اوكي، هو عبارة عن شبت وثوم وليمون وعلبة زبادي بس. يلا كم ثومة؟ حبتين كافي. بالرمضان اذا اذن المغرب خلاص ناكل ورقيع، لان اسهل شيء المغرب. أول ما يجرب ايش قاعد تقولين؟ اقول ان شاء الله برمضان راح ننزل فلوقات جديده، راح ننزل طبخات جديده، واتمنى تتابعونا وتدعمونا دائما باللايكات، لانه اللايك بيرفعنا لفوق وبعلي مشاهداتنا. تدرون ان الورقيع وطبعا سنسوره. خلاص. هنا خلطة عنا شبت مع ثوم. ارجعي اخلطي اغسلي الليمون. طبعا ايش هي تكلمي انت، ايش هي السلطة عبارة عن ايش؟ عبارة عن ثوم وشباتي. لا شبت اي وليمون وعلبة زبادي. ايوه. يلا انا باخذ عشان ما وقعت هذا يعني يخلص مسكين. يلا طب هي كل شيء حلو المكان، انت كل شيء تسوون. اي لانه لسه ما رتبنا، تونا مغسل لام معين. ازيد احس شوي. لا اوكي كمية ممتازة. بعد ما خلصت اخذت الليمون. طب زلت تعبت خلاص تبي تاكل، ماما جوعانة. فقلت خلاص روح صارت فيها وقعدت فيها. احلى شيء. ومنور كملت معي شغل، بس راح نسوي لهم الحين شيء سناك خفيف لين يستوي المحاشي، لانه طبخة المحاشي تطول. لا طبعا مو كيك. بسوي لكم شيء خفيف الحين، راح اصور برضو ايش راح اسوي لكم. يلا كمل السلطة ونفاصل ونواصل. زين انهارت لان صورنا من دونها، بس ترى صورنا انها قاعدة تسوي سلطة. يلا انت الحين صوري قولي بنسوي سناكس. يلا ايش هو؟ ايه سناكس، بنسوي خبز مع مرتديلا ولبنة. يلا اخليكي تسوينا انت. يلا خلينا نجيب صحن. واو خلصت يمي. يلا حركيها زين. اسلم ايديك يا حبيبتي. نحطها في الثلاجة عشان تكون باردة. الحين زين بتسوي لنا سناك تسليكة لين يستوي الاكل. تمام. قولي شيء. قولي شيء. اشتركوا بالقناة. ايش ما ادري. صح الا اشتركوا بالقناة وحطوا لايك وشير وادعمونا. تدخلكم صحنين عشان اندومي. لا اندومي لا. طبعا الحين انا قاعد ابدا في السناك هذا مو سناك وما تدلع. يعني سناك، تعرف يعني سناك؟ يعني وجبة خفيفة ناكلها قبل الغداء. مثل الماك. لا طبعا ماك مش سناك. الا
طبعا زين بكره راح تخلص، صح زين؟ يلا خلصنا هذه، بس باقي انا 97. معدلها. ايه كفو كفو، أنا 91. وانت كمان كفو. حلو عادي. بس جبت لي هذا هدية، يعني هدية عشان جبت 91 أحلى شيء. هذا بس أكثر شيء. محاشي جاهزة عندنا، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. أول شيء لازم نشيل الصحن، شوفوا كيف ما شاء لا يجي بخار على الكاميرا عشان يكون التصوير واضح. أول شيء بقلب هذا الصحن، لا إله إلا الله. يلا نقلب الأكل، الله. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. سوري بخروا. الطبخة صارت جاهزة. يلا يلا ما شاء الله. دقيقة وهذه طبختنا اليوم. يلا وسعوا الميزان، وسعوا الميزان. هذه الشبت. يلا نشوف الطعم ونشوف رأيكم. لا نشوف طعم ولا نقول نهاية؟ يلا قول. كم معاكم؟ وكيف يا أولادي الأكل؟ اقسم بالله لذيذ. ها هو حار. ماما بالعافية عليكم. والله العظيم. لا تنسون تسووا لنا لايك وشير وسبسكرايب. وتابعونا إذا كنتم بتحبونا. معاكم عائلة طيب.